أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا ولقائنا الأسبوعي وأسرة يوم السبت من برنامج نور في قلبي. بنسعد بصحبتكم من خلال لقائنا هذا الأسبوع وهذه الحلقة التي سوف نتكلم فيها عن واحد من أهم وأرقى المفاهيم في التشريع الإسلامي، وهو مفهوم التيسير. على الرغم من ازدياد وتيرة الخطاب المتشدد والمتعصب وتوجه البعض إلى التشدد في بعض الآراء فيما يخص أحكام التشريع الإسلامي أو الآراء المذهبية الفقهية واللجوء إلى الأشد فيها، إلى أنه دائما بنجد أن مفهوم التيسير بيأتي ليغلب على هذا النوع من الخطاب. والحقيقة الخطاب المتعصب والمتشدد كان واحد من أهم الأسباب التي قادت إلى تفشي الأفكار المتطرفة والجماعات صاحبة التوجهات المتشددة والمتعصبة، والتي حاولت أن تصبغ الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي بهذه الصبغة، على عكس ما هو سائد ومعروف منذ أيام الرسول عليه الصلاة والسلام واتباع مبدأ التيسير. هنلاقي أنه في توجيه قرآني واضح في آيات كثيرة يتكلم عن اليسر في الدين، وأيضا في السنة النبوية عندما كان يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام وكان يختار دائما أيسر الأمور. هل التيسير معناه التفريط كما يحاول البعض أن يصوره؟ هل التيسير مسألة مرتبطة ببعض الآراء المذهبية وليست بالأحكام الشرعية؟ هذا ما نحاول أن احنا النهاردة إن شاء الله نناقشه مع ضيفنا في هذا اللقاء، الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية، اللي بنرحب بوجوده معنا النهاردة في الاستوديو. أهلا وسهلا بحضرتك. شكرا جزيلا، أهلا بكم. أعزائي المشاهدين، فاصل نبدأ بعد الحوار. آخر ساعة في الدنيا وأول ساعة في الآخرة ملاك الموت بيستأذن. رسول الله بتسمح له بإذن الله بتفتح له، ولا بتخاف ولا بتحزن. واقف جبريل بيدعيلك، دموع عايشة على سريرك، ملايكة بتقرا في القرآن وبتسبح وتستغفر، وموتك فرحة ومقدر، ولا دايم غير الرحمن. مفيش لا ميراث ولا وصية كنوز. أهلا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، ونجدد الترحيب بضيف اللقاء الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية، وحوارنا في هذا اللقاء حول مفهوم التيسير في التشريع الإسلامي. أهلا بك معنا يا دكتور. شكرا يا أستاذة. ما بين الآراء المتباينة التي تحاول أنها تصبغ فكرة التيسير بأنها تفريط، والآراء الأخرى التي تعتمد على التشديد كنوع من أشكال الحفاظ على من مفهومهم يعني على التشريع وأحكام الشريعة، كيف نستطيع أن نفرق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد.
فالتفريق بين التيسير والتعسير أو الغلو والإفراط والتفريط والإهمال أمور واضحة وتكاد تكون بديهية، بمعنى أن هناك فرقا كبيرا بين التيسير الذي وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم به نفسه ووصف الإسلام كله بهذه الصفة، وبين الإفراط أو التفريط أو الإهمال أو الغلو أو التشدد بغير ما شرع الله سبحانه وتعالى. يعني لما ننظر إلى معنى التيسير أو مفهومه في الشريعة الإسلامية نجد يدور حول السهولة والتخفيف. السهولة في ماذا والتخفيف في ماذا؟ في بعض الأحكام الشرعية وأدائها الذي قد يصعب على بعض المكلفين، بمعنى اعترته ظروف مرضية أو ظروف سفرية أو ظروف اقتصادية أو إلى آخره مما يتعرض له الإنسان. هل تبقى الأحكام الشرعية على ما هي عليه من الصعوبة أحيانا، مثل الصيام مثلا والتعرض للجوع أو العطش أو الأمراض أو إلى آخره، أم أن هناك مبادئ في الشريعة الإسلامية تيسر هذه الأحكام وتيسر كيفية الأداء بحيث يسهل على الإنسان المكلف أو حتى المميز الذي أحيانا يأخذ بيديه أبويه للآداب والتشريعات الإسلامية، فيصوم قبل التكليف أو يصلي قبل البلوغ أو يتصدق بشيء من ماله، وليه يعطيه مبلغ فيتصدق بجزء منه، وهكذا. السمة العامة للتشريع الإسلامي أنه دين التيسير، بمعنى التسهيل والتخفيف مراعاة لظروف المكلفين. هذا التيسير لا يعني أبدا إفراطا ولا تفريطا، لأنه فضيلة، وهذه الفضيلة وسط بين رذيلتين، وسط بين الإفراط والتشدد والغلو في الأحكام وبين الإهمال والتسيب وترك هذه التكاليف الشرعية. يبقى لا أفهم من كلام حضرتك أنه هناك ضوابط لمسألة التيسير عندما يكون الأمر متعلقا بأحكام تشريعية واضحة، لأن حضرتك ذكرت يعني في الأمثلة ذكرت أساسيات، ذكرت تيسير في الصيام مثلا، وده من الأركان الأساسية والرئيسية اللي ممكن البعض يعتقد أنه لا نستطيع أن نمس هذه الأركان لأنها أحكامها قطعية، لا. ولكن لا، في عندنا ضوابط إذا لجأنا لفكرة التيسير. نعم، التيسير في الإسلام فضلا عن أنه صفة عامة، اسمحي لي أقول أنه مبدأ عام، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن الكريم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في كتابه الكريم: وما جعل عليكم في الدين من حرج. يبقى التيسير بيزيل هذا الحرج وبيخفف عننا هذه الآلام أو الصعوبات التي قد يتعرض لها بعض المكلفين. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا بصريح العبارة: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. إذن الخالق عمل المنهج الذي يناسب هؤلاء المكلفين وظروفهم المتعددة وأحوالهم
المختلفة. ولذلك مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية التيسير، لا الإفراط والغلو أو التشدد والصعوبة، ولا التسيب والإهمال، لأن الفضيلة كما قلنا وسط بين رذيلتين. وإذا استعرضنا تكاليف الشريعة الإسلامية كلها نجدها قسمين: قسم يسمى تيسير في الكمية، كمية التكاليف يسيرة بسيطة خفيفة سهلة، وتيسير في الأداء عند المرض، عند السفر، عند الصعوبة والشدة، عند البرد الشديد، عند الألم الكبير ونحو ذلك من الأمور. يبقى أنا عندي نوعين من التيسير، مش بس نوع واحد. تيسير في الكمية، يعني لما ننظر إلى التكاليف الشرعية إجمالي ما كلفنا الله سبحانه وتعالى به، نلاقيه معدود على الأصابع، أمور يسيرة جدا. يعني الصلاة 5 مرات في اليوم، 5 فرائض ومتباعدين في التوقيت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. داخل كل وقت من هذه الأوقات مساحات زمنية، يعني أول الوقت ووسط الوقت وآخر الوقت وهكذا، مع أنه وقت الصلاة لها وقت واحد. مثلا الفجر، من طلوع الفجر الصادق إلى شروق الشمس عندي 1.5 ساعة أصلي فيهم الصبح، بدءا من الغسق أو من الشروق، قبل الشروق يعني الإسفار. يبقى عندي الوقت الواحد بتاع الصلاة هي 2 ركعتين بس، وفيه عدة أوقات لها في 1.5 ساعة. لما نقعد بقى بعد كده نروح أشغالنا، شوف الشريعة بتراعي أعمال الناس ومصالحهم، اللي رايح الزراعة واللي رايح التجارة واللي رايح المدرسة واللي رايح الكلية واللي رايح المصنع واللي رايح، كل ده مراعى. تلاقي مسافة بين صلاة الصبح وصلاة الظهر، سواء أولها أو آخر وقتها، ومسافة بين الظهر والعصر، ومسافة بين العصر والمغرب، ومسافة بين المغرب والعشاء، ومسافة بين العشاء من أول وقتها إلى أول وقت الفجر، وهم كلهم 5 فروض. يبقى في تيسير في الكمية، عدد الفرائض، وفي تيسير في الأداء. أنا مسافر، بدل ما أصلي الظهر 4 ركعات لا أصلي 2 ركعتين بس، بدل ما أصلي العصر 4 ركعات أصلي 2 ركعتين بس. حتى وإن اختلفت وسائل السفر وأصبحت سهلة وخفيفة ومريحة وإلى آخره، ده رخصة، نعمة من الله، لأن ربنا قال يريد الله بكم اليسر. يبقى الكمية قليلة. نيجي للصيام مثلا، نلاقي الصيام شهر واحد في السنة، ومش ليل نهار، لا ده الليل بس. يعني نهار الصيام في شهر واحد في السنة وهو رمضان، وداخل هذا التخفيف تخفيف تاني: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الأيام الأخر دي إيه؟ مش بكرة ولا بعده ولا بعد العيد مباشرة، معاك لشهر شعبان، لآخر شعبان. حتى القضاء، يعني الأداء فيه تيسير، والقضاء فيه تيسير، الاقتصاد فيه تيسير. الزكاة لما نبص لكمية الزكاة مرة في السنة، طب ومقدارها قد إيه؟ ربع العشر، 2.5%، وده على كل الناس؟ لا، على من يملك النصاب 400-500 ألف، اللي هو تمن 85 جرام ذهب عيار 21. يبقى في تيسير في الكم وفي تيسير في كيفية الأداء. أقدر أديها النهاردة وأقدر أقسطها
واقدر اديها بكره ما دام انا في الحول بتاع الزكاه. الحج مره في العمر، وعلى كل الناس؟ لا، لمن استطاع اليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. طب اللي مش مستطيع؟ هنقول له انت مستطيع ماليا وما انتش مستطيع بدنيا؟ استأجر واحد يؤدي الفريضة عنك وانت نايم في سريرك ما دام قادر ماليا. واحد تاني لا، قادر صحيا لكن مش قادر ماليا، ما عليكش حج مع انه مرة في العمر، وهكذا. طب واحنا بنأدي الحج تلاقي الأحكام الشرعية بتاعت الحج. النبي عليه الصلاة والسلام واحد يقول له أنا حلقت قبل ما أذبح، يقول له اذبح ولا حرج. طب أنا ذبحت قبل ما أحلق، اذبح احلق ولا حرج. طب أنا قدمت الرمي ده عن الرمي ده، ارمي ولا حرج. وما جعل عليكم في الدين من حرج. نيجي للهادي مثلا بتاع الحج، أنا حجيت وما معيش ومتمتع وما معيش تمن الهادي، نلاقي ربنا يقول لنا فما استيسر من الهدي، ما استيسر اللي تقدر عليه. فمن لم يجد خلاص ما انتش لاقي التمن ولا عارف تذبح ولا تأدي نسك التمتع، تصوم 10 أيام 3 وانت هناك في منى أو في مكة، و7 لما ترجع بلدك. شوف التيسير. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وهكذا جميع التكاليف الشرعية تدور بين هذين الأمرين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما يعرض علينا الآيات الكريمة بيختار دايما الأيسر. فأما من أعطى الصدقة واتقى، خاف من ربنا، وصدق بالحسنى باليوم الآخر، يعمل فيه ربنا إيه؟ فسنيسره لليسرى. هنساعده كمان على إن الأعمال اللي هيعملها تبقى يسيرة وسهلة وخفيفة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، يعني كذب بالآخرة وبالتشريع وبالأعمال الشرعية، فسنيسره للعسرى. ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في سورة الشرح، ألم نشرح لك صدرك، يجي في نصها الأخير كده، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. نلاقي العلماء يقولوا لنا إيه؟ لن يغلب، زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لن يغلب عسر واحد يسرين. جابوها منين؟ العسر معرف بقل، إن مع العسر يسرا نكرة. المعرف بيبقى محدد معلوم، إنما التاني نكرة يعني عام شامل. فده مبدأ التيسير الإسلامي ومبدأ التشريع الإسلامي اللي ربنا سبحانه وتعالى علمنا حتى في الدعاء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ويجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، يعني أشياء ثقيلة كما حملته على الذين من قبلنا. رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلها تيسير في تيسير. بعثت بالحنيفية السمحة، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. الآيات عديدة وكثيرة، ويعني مش عايز أستطرد
عايزه لا بالعكس، يعني احنا ممتنين لحضرتك بتقدم لنا هذا الشرح وتقدم لنا الأمثلة الداعمة لهذه الآراء، لأن ده يستتبعه السؤال: إذا من أين أتى هذا الغلو؟ كيف بدأت فكرة الأفكار المتشددة أو الغلو في الرأي أو اللجوء إلى العسير في الأمر على اعتبار أن هذا هو نوع من أشكال التدين؟ الغلو بيجي من أسباب. سبب أول إنه كنت تلمذ على واحد عنده غلو فيتأثر بيه وبمنهجه ويسيب منهج ربنا ويمشي على منهج الشيخ بتاعه أو المعلم بتاعه. سبب تاني ما يكونش فاهم، الجهل، وده آفة من الآفات أو من الثالوث اللي بيأخر الأمم كلها: المرض والجهل والفقر. ده الثالوث، ده الجهل واحد منهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعث معلما، وربنا أمرنا ان احنا نسأل أهل الذكر، ما نتعبدش لمنهج بشري أو نتبع لواحد متطرف أو عنده غلو وماهوش عارف جاب الغلو ده منين وقاعد ينشره بين الناس، أو قد يكون مرض نفسي، وسوسة، وسواس قهري. فنعوذ بالله سبحانه وتعالى. علينا نرجع لمنهج ربنا القرآن الكريم. فين العسر اللي فيه؟ بالعكس، ده انت يا متشدد يا متغالي بترتكب حرام، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا كده: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يسروا ولا تعسروا، إن هذا الدين يسر لا غلو فيه ولا تشدد فيه، فمن أخذه فليأخذه برفق، ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. هتلاقي أنواع التيسير وأنواع التخفيف كثيرة جدا ومتتالية ومتتابعة، لكن المتشددين أو الغلاة أو المتطرفين اللي بيرتكبوا ما حرم الله بهذا الغلو وبهذا التشدد وبيحيدوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وما بعث رسولا من الرسل، رسل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أمره بالتيسير والتبشير: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. ولما يلاقي واحد بيطول على الناس في الصلاة ويجوا المصلين وراه يشتكوا للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول له إيه؟ أفتان أنت يا معاذ؟ أنت بتفتن الناس عن الإسلام، عايز تكرههم في الإسلام؟ مالها والضحى والليل إذا سجى، مالها والليل إذا يغشى، يعني قصار قل هو الله أحد. قل هو الله أحد، مالها؟ ما كله قرآن، ده قل هو الله أحد تلت القرآن. زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال في بعض الأحاديث، لأنها بتمثل عقيدة التوحيد: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تقوم أنت تيجي تشدد عليا وتشدد على المصلين وتطول في الصلاة وتطول في قراءة القرآن وقد تخطئ حتى تنفرهم، يبحثوا عن مسجد آخر زي ما بيحصل مع بعض الناس في رمضان، يسيبوا الإمام ده ويروحوا للإمام الخفيف. الدين يسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالغلو أساسه حرام، لأن ربنا نهى عنه: لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فلازم احنا نرجع لمنهج ربنا سبحانه وتعالى ونسأل أهل الذكر زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الرسول عليه الصلاة والسلام بعث معلما، بعث
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى العلم بالتعلم، ونسأل أهل الذكر، ونرجع لمنهج الله في القرآن الكريم اللي كله تيسير في تيسير ونهي عن التعسير، ونرجع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. الحقيقة يمكن في عجالة من خلال هذا اللقاء ألقينا الضوء على مفهوم التيسير في الإسلام، وهو مبدأ ومفهوم رباني أولا وحث عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من خلال السنة النبوية. نعم. كثير جدا بنطالب أنه نظهر الجوانب الحقيقية لمفاهيم التشريع الإسلامي والفقه الإسلامي، وعدم اللجوء لفكرة الغلو تحت بند الحفاظ على الدين. كثير من القائمين على الشأن الديني بيقعوا في هذه المسألة، ويمكن البعض منهم أيضا بينجرف لرأي العامة اللي بيشوفوا في نوع لما يكون في التشدد والتمسك أن يبقى هنا ده الشيخ ده هو اللي رأيه صح، الشيخ ده هو اللي حريص على الدين. لا إطلاقا. وزي ما تفضل ضيفنا الكريم النهاردة وألقى الضوء من خلال التوجيهات الربانية بآيات شديدة الوضوح والصراحة التي تحث على إظهار المفهوم الحقيقي للتشريع الإسلامي، وهو التيسير على العباد بدون المساس بأساس الدين، بدون التفريط في التكاليف الشرعية، بدون أن يستخدم ضد الدين. التيسير مفهوم جميل لو استطعنا أن نفهمه ونطبقه في حياتنا من خلال تطبيقه في التشريع الإسلامي. اسمحي لي أضيف جزئية. اتفضل. التيسير اعتدال، يعني لا هو تفريط ولا إفراط وغلو، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالوسطية هي الاعتدال، وهو ده التيسير، تخفيف بعض الأحكام الشرعية في بعض الظروف الخاصة لبعض المكلفين. ده صحيح. نشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ دكتور محمد نبيل غنام استاذ الشريعه الاسلاميه لما تفضلت به النهارده من طرح هذه الافكار اللي احنا بنحب ان احنا نسمعها ونذكر مشاهدينا بيها. بنشكركم اعزائي المشاهدين على متابعتكم لنا خلال هذا اللقاء. الاسبوع القادم ان شاء الله لقاء جديد واسره يوم السبت من نور في قلبي. حتى ذلك الحين لكم سلام الله ورحمته وبركاته.